السلام عليكم. هنعمل النهارده بقى مع بعض ان شاء الله حاجة حلوة جدا. تقدري كده تعمليها بالفرن او بدون. وصفة سهلة وبسيطة بس طعمها لذيذ جدا وكمان غني جدا. هنعمل مع بعض النهارده الشعرية باللبن او طاجن الشعرية باللبن. طعمه خطير جدا اوي يا جماعة، جربوه هيعجبكم. اكيد كلنا طبعا بنحب الشعرية باللبن، بس النهارده هنعملها كده بطريقة مميزة وكمان طعمها لذيذ. هتطلع معاكي خفيفة وكريمية وكمان غنية، بصراحة ما يتشبعش من جمالها. تعالوا بقى نبدأ بالفيديو الجميل ده كده على طول علشان نشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. بس قبل اي شيء عايزين لايك وشير للفيديو الجميل ده كده على طول علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، كمان الاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم الاشعار بكل الوصفات الجديدة. تعالوا بقى نبدأ. هنسمي الله. واول حاجة معانا هنا طاسة ضايفة فيها كده 3 معالق كبار من السمنة، وممكن كمان نستخدم الزبدة. هنسيح بقى السمنة بتاعتنا ونبدأ بقى نضيف ليها كده كوباية كبيرة من الشعرية. او بقى ما نضيف كده الشعرية هنقلب بقى كده فيها تقليب مستمر لحد ما نوصل للون دهبي خفيف. ودي كده الشعرية بعد ما قلبتها كده حوالي 5 دقايق. ده كده اللون الخفيف اللي انا عايزاه، لونها دهبي خفيف بالشكل ده. علشان في الوقت كده ده هبدأ اضيف لها كده نص كوباية من السكر، علشان السكر كده يبدأ يتكرمل معاها ونوصل للون اللي احنا عايزينه. او بقى ما نضيف السكر هنقلب بقى كده فيها تقليب مستمر وما نشيلش ايدينا منها خالص علشان ما تاخدش مننا كده لون بزياده، وكلها كده تبقى لونها موحد زي ما حضراتكم شايفينها معايا بالظبط. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله، ده اللون كده اللي احنا عايزين نوصل له يا جماعه. نبدا بقى نقلب فيها لحد ما نوصل للون ده، لون ذهبي كده غامق شويه، علشان بعد التسويه اللون ده كده هيفتحي معانا. او بقى ما نوصل للدرجه دي من اللون هنبدا نضيف لها كده كوبايتين كبار من الميه. اول بقى ما نبدأ نضيف المية هنقلب بقى المية مع الشعرية حاجة بسيطة كده، وبعد كده نغطيها ونسيبها بقى لحد ما تستوي معانا. في الوقت ده لحد كده الشعرية ما تستوي معانا تعالوا كده نجهز اللبن او الحليب اللي احنا هنضيفه ليها بعد التسوية. معايا هنا كزرولة هضيف فيها 3 كوبايات من الحليب او اللبن، وكمان هضيف عليهم معلقة كده كبيرة من النشا. المعلقة هنا يا جماعة معلقة النشا كفاية جدا على المقدار ده من الحليب. كمان هضيف معاها معلقة كده كبيرة من كريم شانتيه البودر الخام، لو مش موجود او متوفر مش مشكلة خالص. هقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض واسيبهم بقى على جنب لحد الشعريه كده ما تستوي معايا. وده كده هيكون شكل الشعريه بعد ما استوت معايا. هي يا جماعه مش بتستوي بدرجه كامله يعني 100%، حوالي كده 80% من التسويه، علشان طبعا لسه هنضيف ليها الحليب ونسيبها كمان 5 دقايق على النار. وده كده هيكون شكلها بجد ما شاء الله. بعد كده هبدأ بقى اضيف ليها الحليب اللي احنا جهزناه مع بعض، اللي كنا ضايفين ليه معلقه كبيره من نشا وكمان معلقه كده كبيره من كريم شانتيه البودر الخام. وبقى ما نضيفه كده هنقلب بقى الحليب مع الشعريه كده بالشكل ده، لحد كده ما الشعرية تبدأ تتقل معانا كده حاجة بسيطة. ده كده هيكون شكلها معايا بعد ما سبتها كده على النار حوالي 5 دقايق. بجد ما شاء الله حجمها كده او سمكها تماسك وبقت معايا بالشكل ده. بصوا بقى الجمال، هي بصراحة كده تتاكل لوحدها، بس احنا لسه كده هنضيف ليها كده شوية اضافات كمان هتديها طعم احلى. كل الاضافات الجايه دي يا جماعه بقى اختياري، حابه تضيفيها ضيفيها، مش حابه مش مشكله خالص. هي بس بتزود معاك التست والطعم. هضيف ليها كده معلقتين كبار من جوز الهند، وكمان معايا معلقه كبيره كده من شوكولاته الشيبس الخام البيضه، وضفت كمان كده معلقه صغيره من الفانيليا. او بقى ما نضيفه ونقلب بقى كده حوالي دقيقه لحد كل المكونات كده تندمج مع بعض. وده كده هيكون شكل الشعريه معايا بعد ما خلصت. بجد ما شاء الله. في الوقت ده بقى كده تقدري كده تضيفيها في الاطباق او في الطواجن بتاعتك وتقدميها وبألف هنا. ممكن بقى تتاكل كده دافية او كمان تتقدم كده ساقعة. في كلتا الحالتين هي طعمها حلو جدا. الخطوة بقى الجاية دي اختياري، بعد ما نضيف كده الشعرية بتاعتنا في الطواجن هنديها كده وش في تحت الشواية. حابة بقى تعمليها، حابة مش حابة مش مشكلة خالص، بس هي بتديها طعم ولون حلو جدا. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا واي اطباق ممكن كده تدخل الفرن، وهنضيف لها كده الشعرية بالشكل الجميل ده. بصراحة يا جماعة الشعرية بالطريقة دي جميلة جدا، جربوها هتعجبكم جدا، من أجمل الطرق بجد اللي ممكن تجربوه بيها الشعرية باللبن.
ده كده هيكون شكل الطواجن بتاعتي بعد ما ضفت ليها الشعريه. معايا بقى هنا حوالي 3 معالق كبار من القشطه. ده كده يا جماعه قشطه وش اللبن، ممكن تشتري كده قشطه من عند اللبان عادي جدا، الموجود عندك استخدميه. هقلبهم بقى كده مع بعض كويس جدا، وبعد كده هبدا اضيفهم كده في كيس حلواني علشان هبدا اضيفها كده للوش الاطباق بتاعتي او الطواجن. حاجه كده بسيطه او طبقه خفيفه جدا كده من القشطه. القشطة هنا يا جماعة كده بتزود الطعم وكمان بتخليه غني، وكمان بعد كده ما نحطها تحت الشواية بتديها لون هايل جدا. لو مش متوفرة عندك ممكن كده معلقة سمنة نضيفها كده للأطباق أو الطواجن بتاعتنا، وكمان نديهم غير كده رشة بسيطة كده جدا من السكر، وتدخليها تحت الشواية هتديكي نفس اللون ونفس النتيجة برضو. هنجيب بقى صينية ونضيف كده فيها الأطباق أو الطواجن بتاعتنا، وبعد كده نبدأ ندخلها كده الفرن تحت الشواية حوالي 5 دقايق. بعد كده هنبدأ نطلعها تبقى معانا بالجمال ده كله بجد ما شاء الله، واخدة لون ذهبي جميل جدا. او بقى ما نطلعها من الفرن نسيبها بقى لحد ما تهدى معانا، ونبدا بقى كده ناكلها وبألف هنا. تتاكل بقى دافيه او ممكن تحطيها كده في التلاجة تبقى ساقعه، في كلتا الحالتين جميله جدا. بصوا بقى هنا معايا الجمال بجد ما شاء الله. مش هقدر بقى اوصف لكم النتيجه بجد، اللي كده لازم تجربوها بنفسكم علشان تشوفوا الطعم والنتيجه بنفسكم. بجد من الحاجات الحلوه السهله والسريعه وكمان طعمها لذيذ جدا. جربوها ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبكم. هسيب ليكوا بقى مكونات الوصفه كلها مكتوبه في الوصف تحت الفيديو، بالهنا والشفا مقدمه لكل يجربها. وبكده فيديو النهارده يكون خلص معاكم. اتمنى بجد فيديو النهارده وصفه النهارده تكون عجبتكم واستفدتوا منها. لو عجبكم بقى فيديو النهارده وصفه النهارده ما تنسوش اللايك والشير للفيديو الجميل ده كده على طول علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان الاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم الاشعارات بكل الوصفات الجديده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.